ايه رأيكم في التورتايه القمر دي؟ لو عايزة تعرفي عملتها ازاي تابع الفيديو للآخر، وما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. مش هتاخد منك وقت خالص خالص، وفي نفس الوقت موفرة جدا. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي كده انا بعمل الكريمة للتورتايه. حطيت نص كوباية من الكريمة، معاها معلقة لبن بودر، ونص كوباية سكر، وحطيت معاهم كيس فانيليا. ودلوقتي كده بحط تقريبا مقدار معلقة كريم باستري، نص كوبايه ميه متلجه، واهم حاجه تكون لسه طالعه من الفريزر. تمام. هعمل تورتايه كده يعني متوسطه، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي. حاجه بسيطه كده. دلوقتي كده بضرب الكريمه اهو. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الله لا اله الا هو الحي القيوم. دلوقتي كده الكريمه اتمسكت معايا. هروح احطها في التلاجة. بس طبعا هحط الاول طبقات الكيك. جبت حله زي ما انتم شايفين كده، وجبت كيس كبير. رحت وديت الاول الكريمه عشان ما تسحش مني وتتمسك شويه. ودول 4 طبقات كيك مقطعاهم. وكنت حطاهم في الفريزر على فكره، وحاطه ما بين كل طبقه وطبقه كيس، على اساس لما اجي اطلعها يعني تبقى الطبقات كلها ما تلزقش في بعضها، وتبقى ايه لوحدها. يعني فكره حلوه يعني. وبعدين حطيت الطبقة الأولانية، وبعد كده اجيب العصير الأناناس دوت كده هسقي بيه الطبقة الأولانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. واحط طبقة كريمة برضو زي ما انتوا شايفين كده. بحاول ان انا افردها على الطبقة الأولانية من الكيك. وبعد كده هجيب جناش واحطه برضو على الطبقة الأولانية اهو بالشكل ده. وببشر قطع شوكولاتة كده. بستعمل اللي هي المبشرة بتاعت محضر الطعام، يعني عشان بتكون معايا اسهل وسهلة، يعني بتعمل معايا البشر الشوكولاتة بسرعة. دلوقتي حطيت الطبقة التانية اهو. مش مشكلة يعني اتقطعت منها حتة، فبحطها وبتترص عادي، مفيهاش اي مشاكل يعني. تمام. وبيسهل عليا ان انا حاطة ما بين كل طبقة وطبقة كيس بلاستيك، يعني عشان تطلع معايا بسرعة وما تلزقش في التانية، لان كنت حاطاها في الفريزر زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده حطيت الطبقة التانية وحطيت عليها طبقة كريمة، وبوزعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. تمام. وبرده بحط عليها جناش. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وبرده بحط بشر شوكولاتة. ودلوقتي كده هحط الطبقة التالتة. تمام. وبسقيها برضو بالعصير الأناناس. وبحط طبقة الكريمة. وهنا بحط كريسبي من الصغيرة يعني، كريسبي ألوان بقى. بحط من اللون البني، وبحط من اللون الذهبي، بحط من اللون الفضي. ودي آخر طبقة اهي. أنا كنت عاملة التورتاية 4 طبقات يعني. كنت مقطعاهم وحطاهم في الفريزر، قلت وقت ما أحب أستعملهم يعني يكونوا جاهزين معايا. ودلوقتي كده هوديها التلاجة تمسك شوية. تمام. سبتها يجي ساعة كده في التلاجة، وبعدين طلعتها اهو زي ما انتم شايفين بقت بالشكل ده.
وهطلعها من الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهجيب البوردة اللي هحطها تحت التورتايه، بشيل الكيس البلاستيك زي ما انتوا شايفين كده اهو بقى بالشكل ده. تمام. دلوقتي انا ما عنديش اللي هي البورده اللي بتلف، يعني اللي بيزينوا بيها التورتايه او بيحطوها عشان تسهل عليهم تزيين التورتايه. فهعمل ايه بقى؟ جبت طبق وحطيت عليه البورده. تمام. دلوقتي بس هحط طبقه قطعه كريمه كده زي ما انتوا شايفين الطبق اهو، وهبتدي انزل التورتايه بالراحه خالص على البورده بالشكل دوت، وهحاول اسحب الكيس بالطريقه دي اهو. طبعا لازم التأني في الخطوة ديت على اساس ان التورتايه طبعا ما تتقلبش او تتبهدل مننا يعني. دلوقتي كده بظبطها واخليها في نص البوردة اهو. دلوقتي كده بحاول اساوي الكريمة بالشكل ده زي ما انتم شايفين بقى. قلبت الطبق اهو على اساس يساعدني شوية ان تدور معايا. دلوقتي كده بحاول انضف البوردة كده من بواقي الكريمة. تمام. وهبتدي اجيب الكريمة جبتها من التلاجة، طبعا الكريمة لازم تكون في التلاجة علشان تكون متماسكة. وهبتدي اني اجلس التورتايه بالشكل ده اهو. وخلي بالك لو هتعملي زي وتحطي طبق كده تحت البوردة تبقي مخليه بالك كويس جدا، عشان برضو الطبق مش احسن حاجة ممكن برضو يوقع منك التورتايه وانت بتجلسيها كده، تبقي واخده بالك على طول يعني. دايما تظبطي الطبق يكون في نص البوردة من تحت كده. هنا دلوقتي كده ابتديت اجلس من فوق ومن الجناب ومن فوق التورتايه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هي تورتايه بسيطه يعني وحاجه سهله كده تعمليها لاولادك وبتفرحيهم يعني. طبعا انتوا عارفين الاسعار بقت صعبه ازاي. ما حابين مثلا تاكلوا تورتايه بتاع تعمليها بالطريقه ديت، هتكون سهله ومش هتكلفك كتير يعني. وفي الاخر برضه هتطلع تورتايه كده قمر وجميله. وباذن الله تعجبكم وتحاولوا انكم تجربوها يعني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. هبتدي بقى افضل بقى اجلس فيها. طبعا هي بتاخد وقت شوية يعني حلوين، فطبعا عشان الفيديو ما يكونش طويل خلصتها كده مع نفسي. وابتدينا بقى كده ايه هنزينها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بجيب قطعة البطاطس، برضو اختراع بدل السكريبر اللي هو المشرشر، فاستعملته بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. هنا دلوقتي بعمل دربات بسيطة، بس للأسف الجناش كان تقيل شوية، بس طلعت جميلة برضو اهو. تمام كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجات بسيطة يعني. هبتدي بس اخد الزيادة اللي نزلت من الجناش كده على اساس البوردة تكون نظيفة. تمام. وهنا كده حطيت طبقة جناش من فوق على التورتاية، وابتدي اسويها بالشكل دوت كده واوزعها. طبقة بسيطة كده يعني مش كتير. وهبتدي اجيب عصاية شيش طاووق بالمنظر ده واعملها بطريقة عشوائية كده.
اهو ادخل الجناش مع الكريمه ويدوني الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. هتكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، يعني بأقل الامكانيات عملت التورتايه. سهله وبسيطه خالص، مش هتكلفك كتير يعني. ودي الشوكولاته اللي انا عملتها معاكم قبل كده. هو المفروض كنت خدت المسافات بتاعتها، بس انا حطيتها كده على طول. لو انت حابه تعملي بقى زي كده، بس خدي المسافات الاول علشان تبقى متناسقه في الشكل معاكي. تمام كده. وهما كانوا شوكولاتايه كده اللي كانوا فايضين عندي يعني. تمام كده. دلوقتي بثبتهم كده، بس بحاول ان انا اظبطهم مع بعض بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا هي مش هتكون بالشكل ده، لما اخلصها خالص هتكون بشكل مختلف خالص وتكون جميله جدا. تمام. بس اصبري معايا شويه كده وكملي الفيديو معايا للاخر. دلوقتي كده انا جبت الكريسبي البني الكبيره كده وهرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده حوالين داير التورته. تمام كده بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا دلوقتي بجيب الكريسبي الفضي الصغير وبرصهم عشوائي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. يعني كده من الحاجات اللي في البيت عملنا تورتايه. تمام كده بسيطة وسهلة يعني. هي الكيكاية بس اللي أنا كنت عاملاها وقطعتها وعملتها 4 طبقات وحطيتها في الفريزر وشلتها وقت ما عاوز أعمل تورتايه طلعتها. تمام. زي ما انتم شايفين كده بتبقى سهلة جدا وبسيطة وبتسهلك يعني. لو انت عايز تعملي تورتايه دلوقتي هتطلعيها على طول ويدوبك هتزينيها بس. وبعدين دلوقتي انا حطيت كده صوابع من اللي هي الكريسبي زي ما انتم شايفين كده. يعني كان عندي كام صباع كده قطعتهم قسمتهم يعني وحطيتهم كده على الوش. وبعدين جبت اللي هو الكريسبي البني الصغيرة اللي انتم شايفينها ديت وابتديت املى الفراغات كده من عند الدربات دي اهو بالشكل ده، على اساس انها تدي برضو ايه شكل حلو كده مع الدربات اللي هي اللي طلعت مش احسن حاجة يعني. بس برضو تمام يعني، طلعت برضو تورتاية جميلة اهي وما قالتش لا، وطعمها كان تحفة جدا بصراحة. وزي ما انتم شايفين اهوت برضو طلعت تورتاية وجميلة برضو. شوفي بقى انت لما تحبي مثلا تشتري تورتاية بالحجم دوت كده، شوفي هتجيبيها بكام دلوقتي. ادينا عملناها في البيت مع بعض. بقى اقلل الامكانيات يعني، وبواقي الكريسبي اللي عندي عملت بيهم، وكان ده اخر الجناش برضو. تمام اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. وطلعت تورتايه قمر اهي زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده انا بحط كريسبي ذهبي اهو بالشكل ده، بحطه برضو عشوائي اهو. واخر حاجة هحط بشر شوكولاتة هيديها شكل جميل برضو. يا ريت بقى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت اللايك الجميل عشان طبعا انتوا عارفين اللايك بيرفع الفيديو. ويا ريت تجربوا الطريقة ديت كده جميلة، او مثلا على ذوقك انت بس يعني. انا وريت لك الخطوات للتورتايه وانت بقى زينيها بطريقتك انت اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بقت تحفه جدا هي وجميله، وطلعت تورتايه عاليه يعني مش صغيره. هي مقاسها متوسط، لا كبيره قوي ولا صغيره اهي زي ما انتوا شايفين اهو.
وادي الارتفاع بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.